اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي في تحضير المبرجة الجزائرية التقليدية، تخرج لكم حميمرة ما شاء الله وتجي متساوية، تقول خدمتوها بالمسطرة. نسحقوا 3 كيلات سميد متوسط يكون نوعية جيدة، درت الملح، خميرة الحلويات والزبدة اللي كنت ذوبتها، صفيوها ما نديروش هذاك الماء اللي لتحت، زدت مغرفة العسل، استناو الزبدة تبرد شوية ومن بعد ضيفوها. درت مبشور الليمون يعجبني بزاف في المبرجة هو تاع التشينا. امحروها مليح مليح حتى تحصلوا على هذا القوام، يعني كي ديروها هكذا تشكل كرة. هناي واجده، درت رشه تاع المزهر ونبدا نلم فيها بالماء، لموها حتى تحصلوا على عجينه طريه بهذا الشكل. اقسموها على زوج ومن بعد تسبقوا ديروا الطبقه التحتانيه، تحطوا الغرس وتزيدوا ديروا الطبقه الفوقانيه بطريقه سهله وبسيطه. الغرس ثاني نكهوه باش راكم حابين، شويه زبده شويه ملح ولا مزهر كيما تحبوا. حليتها بالحلاله ومن بعد قطعتها بهذا الشكل ونديوها ديريكت نطيبوها. انا طيبتها فوق الكريبيير دوك نوريها لكم. وكي تحطوها ما تقلبوهاش حتى تحمر لكم بهذا الشكل، ومن بعد تعودوا ترجعوها على الجهه اللي بقات شويه بيضاء تتحمر شويه. وهذا مكان راح تحصلوا على مبرجه بزاف هايله وبزاف بنينه.